السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد والآله وصحبه وسلم. وصفة بقى فظيعة يا بنات، بجد تحفة. هتقولي أول مرة أعرف أعملها بالشكل الفظيع الجميل ده. ولو أنت عاملاها بقى في عزومة بقى كده ولا لحبايبك، الكل هيسألك على طريقتها، لأنها بقى إيه، فوق الروعة، فوق الوصف يا جماعة. حبة رز بقى يستاهلوا بقك كده. طعم ولون وريحة هتشرفك بجد والله. يعني وصفة قد كده سهلة جدا، وقد كده شكلها شيك وقيم، وكمان في منتهى اللذاذة. تنسوش اللايك والاشتراك في قناتي، وتعالوا ندخل على الوصفة. أنا عندي الأوراق يا بنات على عدد الأسرة بتاعتك، أو الكمية اللي أنت عايزاها دي ملهاش عدد يعني بصراحة. يعني الكمية اللي عندك هنعملها، ولو ورك بس ولا وركين هنعمل برضه هي بيها الوصفة، مش هتقول لا. أنا عندي الأوراق جبتها وخليتها، بس أنا سبت الجلد فيها. يعني الجلد علشان الجلد علشان ما بيخليش اللحمة بتاعتنا تنشف في الفرن بتاعنا، بيحميها. وغير كده هوت بيديها كمان لون جميل لما احنا بنحط عليه اللي هي التتبيله بتاعتنا، احسن ما بنحطهاش لو احنا يعني شلنا اللي هو الجلد بتاعها. بعد ما خليت الكميه بقى اللي عندي الاوراق، وهنزل لكم فيديو الخلق لان انا كنت عملته قبل كده. هنزل لكم الفيديو في صندوق الوصف بتاع الخلي، اللي هي الفراخ، الاوراق والصدور كمان. كيس بقى اللي هو بتاع التلاجة، وبدقها باللي هي الحروف اللي فيها اللي هي الحبوب اللي طالعه دي، او البذوذ اللي طالعه ديت في المدق بتاعي، علشان ده يعني بيخلي الانسجه تتهري خالص، لكن مش بيقطع اللحم بتاعنا. خلصت انا كده الوراك كلها اهيت، زي ما انتم شايفين كده، بس محتفظه اللحمه هيت فيها، والجلد طبعا بيحفظها لي اكتر من هي تتهري. تمام. خلصت بقى الكميه بقى اللي عندك. عندي 3 معالق زيت التتبيله بتاعتهم، ومعلقه دبس رمان، ومعلقه كاتشب، ومعلقه صويا صوص. وممكن صويا صوص او دبس رمان، يعني اللي موجود عندك. لو واحد بس موجود هينفع برضو مكان التاني يعني. عندي بقى هنا الملح برضو حسب الرغبة. عندي نص معلقة كركم، دي مهمة جدا. عندي بصل وتوم بودر، وعندي هنا بابريكا، ولو حباها سبايسي تبقى تحط لها شطة. وفي هنا فلفل أسمر. وده يا بنات اللي بوريكم البرطمان ده اللي هو ورق لوري وحبهان مطحون، مهم جدا جدا في الوصفة ديت، مع ربع كوب حليب. وهنا تتبيلة ال11 بهار من فاين فودز، جميلة جدا، أنا جربتها وحلوة قوي، بتدي طعم لذيذ وحلو. يعني حاطين كده 11 بهار، دقنهم وحطيهم مع بعض، حلوة جميلة جدا، يعني رخيصة مش غالية، هاتيها حلوة قوي. وهنا معلقة صلصة صغيرة، قلبي 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 كويس جدا كده لغاية ما يختلطوا مع بعض. وبعد كده حطي الفراخ كده في الطبق والفرشة، وهتيجي دهناهم بالطريقه اللي انتم شايفينها ديت. قد كده تتبيله فظيعه، مش هقول لكم جميله جدا. بصوا لوحدها كده ما شاء الله، يعني بتخلي الاكل طعم جدا، بتديله نكهه مميزه جدا. اتبل بقى كل اللي هي الفراخ اللي عندي كده، او اللي هي الوراك اللي عندي ديت. وهسيبها قد ايه؟ هسيبها من ساعه لساعتين اهم حاجه بس. وممكن على فكره تبيتيها لتاني يوم في التلاجة طبعا. بعد كده انا عندي بقى الشبكة اللي هي بتاعه الشوي بتاعه الفراخ عندنا، وهنبدأ نرصها. يبقى الجزء اللي هو فيه اللحمة هو اللي على الشبكة من تحت يا بنات، الجلد هو اللي فوق. وهنبدأ برضو انا سبت كده معلقتين 3 من التتبيلة، وهبدأ احطهم فوقيها بالشكل دوت. تمام. بعد كده بقى هنقفل عليها كويس جدا الشبكة، وتعالوا نشوف هنكمل الوصفة. مش هحطها في الفرن دلوقتي، تعالوا لسه احنا قدامنا خطوة كمان. انا عندي كيلو رز بسمتي هندي طويل الحب، مغسول مش منقوع، مغسول بس. عندي حوالي معلقتين لمعلقتين ونص سمنة بلدي، يا ريت، لان هي بتدي برضو بتعزز الطعم، بتبقى جميلة. نحط بقى البهارات بتاعتنا، نحط بقى الملح حسب الرغبة. عندي هنا معلقة برضو اللي هي كركم او بودرة زعفران اللي موجودة، يعني كتري كمان الكركم. عندي بقى هنا حبهان وورق لوري مطحون، ممكن فلفل اسمر، وعندي قرفه. السر بقى هنا اللي هيدي النكهه المميزه، ده زر الورد يا بنات، ده زر الورد بيبقى موجود عند كل العطارين. تجيبي منه حاجات بسيطه كده بيبقى جميل. ده اللي انا بقوله لكم، ده اللي هو بودره الزعفران. او لو انت ما عندكيش بودره الزعفران ممكن تحطي كركم، مفيش مشكله، بس بودره الزعفران بتبقى اقوى واحلى كمان. بعد كده قلبي 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 بقى كده، شايفين الرز لغايه ما ياخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بجد وصفه فظيعه، يعني لازم انتوا تجربوها بجد. يعني كمان لو عملتيها كمان في مناسبه، انسي بقى الكل، يعني بص هيقول لك انت عامله الجمال ده ازاي.
هنا بقى ده يعني ده اختياري. فلفل الوان احمر واصفر. لو عندك لون واحد بس هينفع، لو ما عندكش خالص ما فيش مشكله. بس ده يعني الاحمر، الفلفل الاحمر ده مع التسكيره كده بتاعته مع الرز مع في الاخر بيدي شكل ولون وطعم كمان حلو قوي. جربوه صدقوني هيفرق وياكم جدا. نحط بقى الشوربه على قد معيار الرز. شوربه يا بنات، يعني كوبايه رز بسمتي قصادها كوبايتين شوربه او كوبايتين ميه اللي موجود عندك. دوقيها، واهم حاجه بس تظبطي الملح بتاعها، عشان الملح بتاعها مهم جدا انك انت تظبطيه في الوصفه دي. حطي بقى ورقتين فويل. حطيت انا كده اهي ورقه، اول ورقه كده قفلي كويس جدا من على الحروف بالشكل دوت، وهنبدا نحط اللي هي الورقه الثانيه برضو وهنقفلها كويس علشان الرز بتاعنا يستوي كويس. وبعد كده عندي السكينة هنعمل منها كذا خرم زي ما انتم شايفين كده. ما تخافوش المية اللي طلعت ديت في الاخر هي بترجع تاني في الصينية، ما تقلقوش خالص يعني. وبعد كده هنبدأ نحط اللي هي الشبكة عليها بالطريقة دي. طبعا تخيلي بقى الطعم بقى الفراخ بقى والتتبيلة دي هينزل بقى كده على الورق الفويل، وهينزل كده جوه الرز، هيبقى فظيع يا بنات، تحفة. طيب نيجي بقى للتسوية. اول حاجة خلي بالك وياي، اول ربع ساعة هتبقى على الصاجة الاول، الفرن على حرارة 200. اول ربع ساعة على الصاجة، وبعد كده طلعي الشبكة في نص الفرن وخليها على الشبكة لغاية ما هتستوي. هتاخد حوالي من ساعة وربع لساعة ونص من غير ان نفتح شواية ولا اي حاجة. هتطلع بالجمال اللي انت شايفاه ده. بصوا مستويه 100%. شايفين الرز بقى لوحده عامل ازاي؟ شايفين الفلفل لما انا بقول لكم بيدي شكل جميل طعمه بقى. تعالوا نشوف الرز بقى كده لوحده مفلفل مش معجون. ما تقوليش ان الشوربه كتير ولا الميه كتير، لا هي ده المعيار الرز البسمتي المعروف يعني. قد ايه طعمه بقى واخد نكهه الفراخ بالتتبيله. طعمه وهم بجد، وهم بصراحه يعني. لوحده كده والله يتاكل لوحده من غير اي حاجه. على الرز ده ممكن مع شيش طاووق ومع كفته ومع كفته بانيه. بصوا هينفع مع اي حاجه تنفع انكم تعملوها، مثلا كانت فراخ او لحوم. رصي بقى كده ينفع على فكره تحطيه كده على السفره. شايفه انا رصيت الفراخ المسحبه بتاعتي على الطبق كده، وهقدمه كده على السفره بتاعتي شيك وجميل جدا. شكله فعلا يشرف. وما شاء الله شايفين بقى اللحمه مستويه وبيضه وزي الفل وطريه. شايفين يا بنات فراخ مسحبه بس طريه في منتهى الجمال. تعالوا نشوف بقى الجزء برضو التاني بتاعها كده. شايفين الحته الحمراء دي فظيعه بجد يعني. وصفه في منتهى الجمال، في منتهى السهوله، وكله في طبق واحد كده في الفرن وخلصت الغدا بتاعك. يا رب فعلا الفيديو نرتقم وتنفذوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.